ونقول صباح ومساء الخير على أحلى متابعين. يا مرحبا بكل المشتركين في قناة إماراتي ديشز. حابين تشوفون وصفات مميزة؟ ما عليكم إلا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يوصلكم دايما كل جديد ومميز. طبقنا اليوم هو كبد الدجاج بتبس الرمان. خلونا مع بعض نشوف المقادير والطريقة ونقول بسم الله. في تاوى عميقة أضفت 3 كوب من زيت الزيتون. طبعا جميع الأكواب هي الأكواب المعيارية. ننتظر لما يسخن معانا زيت الزيتون، وبعدها نضيف قطع كبد الدجاج. أضفت حوالي نصف كيلو بما يعادل 500 جرام. وللعلم ممكن تغسلون كبد الدجاج بالخل وممكن تضيفونه مباشرة بدون غسله. نحرك بواسطة ملعقة خشب وننتظر إلى أن تبدأ قطع كبد الدجاج تتغير في لونها. نغطيه قليلا وننتظره إلى أن يستوي. ملاحظين شايفين لونه بدأ يتغير؟ في هذه الأثناء نضيف ملعقة طعام مليانة من معجون الثوم والزنجبيل وممكن إضافة البصل المفروم. نستمر في التقليب. بعدها أضفت قرن فلفل أخضر حار مفروم ناعم، وممكن نستغنى عنه بالفلفل البارد حسب الذوق. بالنسبة للبهارات أضفت ربع ملعقة شاي من الكمون المطحون وربع ملعقة شاي من النعناع الناشف. كذلك نضيف ربع ملعقة شاي من الفلفل الأسود. وفي الأخير أضفت ربع ملعقة شاي من الملح. ممكن نزود الكمية أو نقللها حسب حاجتكم من الملح. المكون الأخير معانا اللي هو دبس الرمان، وهو اللي بيعطينا وهو أساس المذاق واللي بيعطينا اللون والحموضة. أضفت 3/4 الكوب. مثل ما انتم شايفين بدأ يغلي بدأت قطع كبد الدجاج تتشرب من صوص دبس الرمان. أصبح طبقنا جاهز نسكبه في طبق التقديم، وتقدرون تزينونه بحبات الرمان أو الجوز أو البقدونس المفروم. أنا هني زينته بالبقدونس المفروم الناعم، والمسألة اختيارية حسب رغبتكم. نذكر بعض فوائد كبد الدجاج. طبعا لها فوائد كثيرة جدا، من أهمها أنها مصدر غني للبروتين، كذلك تساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية. ومن فوائد كبد الدجاج أيضا أنه يخلص الجسم من السموم الضارة. شايفين الجمال والألوان الجميلة، تمازج الألوان والطعم والأروع. اتريونا مشاهدينا في وصفات جديدة ومميزة من وصفات إماراتي ديشز، ومع السلامة.